السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. النهاردة الخميس، يعني خبيز وطبيخ. البلد كلها عندنا بتخبز وبتطبخ يوم الخميس يا جماعة. النهاردة كان روتين صعب شوية. النور كان قاطع الصراحة وما قدرتش اصور الخبيز. يعني النت كان فاصل. صورت العيش بعد ما طاب. بس كان روتين يعني صعب شوية، بس على مين؟ الست الصعيدية ما بيهمهاش اي حاجة، في كل شيء سدادة حلوة دي. اول حاجة خبزنا، وبس كانت مشكلة بقول لكم ان كان النور قاطع. وبعد كده كان جوزي جايب لي شكارة بطاطس. نزلت انا وبخبز. قلت اعملها، يعني انقض الكبيرة لوحدها والصغير لوحده، وعشان هخزنها ان شاء الله. وهوريكم بقى طريقة التخزين بإذن الله. آه المهم كان دلوقتي انا كده بنقض في البطاطس وبرضو كده بعد ما بعمل فيها، يعني ايه، بحش الكبيرة لوحدها والصغيرة لوحدها. وعشان ايه اوريكم طريقة التخزين. اهو كده يعني مليت كده كم ايه، 3 اقفاص بطاطس. وبعد كده بوريك اهو انها اتملت. ودي اخر حاجة اللي هي ايه نقطها، كانت ايه، البطاطس الصغيرة يعني. وبعد ما خلصت البطاطس هنطلع نطبخ. انا كنت تحت في البيت الدور الارضي، محدش قاعد فيه. طلعت كده ايه، هطبخ النهاردة ملوخية ناشفة هولها الى خضر، وهعمل لسان عصفور معاه. بديت بلسان العصفور اهو. حطيت معلقة سمنة ونزلت بلسان العصفور، وهقلب فيه لحد ما يوصل اللون الذهبي. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واللي مشتركش في القناة يا جماعة يشترك فضلا وليس امرا. ولو عجبكم الفيديو حطوا له لايك ودعموني يا جماعة عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. كده لسان العصفور وصل للون الذهبي. اهو كده هنزل عليه والشرب. اهو كده نزلت كده بالشوربة تكون مغلية. وهظبط الحياء كده وهوريهولكم بعد ما يستوي. وكده هبدأ اعمل الملوخية دي. الملوخية يا جماعة الناشفة اللي انا عملتها في القناة ونزلتها. ه... هجيب مقدار الملوخية اللي هتعمليه على حسب الكمية اللي انت عايزاها، ونزلت عليها ب3 مغارف شوربة بتغلي.
وهفضل اقلب فيها، هقلب فيها كده على طول، هقلب فيها كده على طول. وبعد كده بعد ما اغطيها بالشوربة خالص هعمل ايه؟ هركنها على جنب. حطيت شوربة تاني كده عليها اهو، وبقلب. احنا عندنا في البلد يا جماعة يوم الخميس الناس بتصحى بدري من الساعة 8 وتفتحي البلكونة او الشباك تشمي طشات الشارع كلها، كله بيخش الطبيخ واللي بيخبز، بيبقى مهرجان والله العظيم. ده في بلدنا احنا كده، مش عارفة يعني البلاد التانية ايه نظامها. بصوا يا جماعة لون الملوخية اخضر ازاي وحلو. دي كده انا حطيت عليها شوربة وهركنها ربع ساعة كده جنبي، وهوريكم بقى الطريقة. تفضلي تضربي فيها كده على طول. بصوا عملت عرق ازاي، بصوا، وتضربي فيها لحد ما توصل للعرق ده، ولونها بقى اخضر زي الملوخية الخضراء بالظبط كده. حطيت حلة على النار وحطيت تومة نية، واحط مرق الدجاج، واحط مغرفتين شوربة، شوربة مغلية. يا دوب هدوب الشوربة مع مرقة الدجاج والتومة النية. هي الشوربة كانت مغلية، انا ما واخداش وقت معايا. هنزل بعد ما تغلي غليت، هنزل معاها، هنزل عليها بخليط الملوخية اللي انا عملته، وهدوبها فيه. قلبي فيها كده على طول من مضرب السلك، هتربط معاك وهتعمل عرق. النهارده كنت صايمة الحمد لله، وخلصت الفطار قبل المغرب. بصوا يا جماعة على عرق الملوخية، خضرة دي ولا مش خضرة؟ متعلميني بتوع المدارس، شفتوا المنظر؟ والله العظيم جربوها. مش وجبة كده. حضرت الطشة بتاعت الملوخية، حطيت سمنة ونزلت عليها بالتومة، هتاخد تقلبتين كده توصل لونه الذهبي. وبعد كده هنزل بيها كزبرة الناشفة، تقلبتين كده بس على النار، وهنزل عليها بالملوخية. واللي ما شافش الفيديو، اللي شاف الفيديو يا جماعة يحط لي لايك ودعموني عشان القناة تكبر ان شاء الله بيكم. بصوا كده الطشة جهزت، هنزل بيها على الملوخية. وده كان فطارنا يعني بتاع المغرب. بصوا نزلت بيها على الملوخية، كانت ريحتها تجنن
والله العظيم الحتة جابت ضربة الشقة كلها. جربوها يا جماعة والله هتعجبكم. بصوا كده انا اوريكم العرق تاني من كتر ما عجبتني وانا عمالة ايه اوريكم فيها. ريحتها وطعمها يجنن والله العظيم. اصلا احنا بنحب الملوخية جدا. بصوا كده انا بغرفها وهوريها لكم. بصوا العرق بتاعها. بس ايه الاضاءة والله والكاميرا ظلماه عشان البخارة ما هي سخنة. وعملت جنبها لسان العصفور ولحمة. وده كان فطارنا وبالهنا والشفا على قلوبكم. وده كان اخر حاجة جهزتها.